أهلا فيكم بقناتي. اليوم إن شاء الله بنعمل وصفة حلا سهلة وسريعة ولذيذة وبمكونات بسيطة. نبدأ الوصفة على طول. بسم الله. أقسم ورق السمبوسة إلى قسمين متساويين. أفرق بين الورق وبعدين أشكله على شكل أقماع بيدي، وأسمغ الأطراف بخليط دقيق مع الماء عشان لما أحطها في الزيت ما تفتكش ما تفتكش عليها ويخرب الشكل القمع. أشكلها بهذه الطريقة مثل الطربوش أو باقة الزهور، وأتخلص من القطع الزائدة. الآن أبدأ أثبتها بخليط الدقيق مع الماء. الآن أجهز الصوص اللي بحشي فيها الأقماع، وهو مكوناته هي ربع كوب قشطة، وملعقة حليب بودر، ملعقة نشا الذرة، وملعقة صغيرة فانيليا، وملعقة كبيرة حليب مكثف محلى. أخلطهم كامل مع بعض وأخليهم على النار لمدة 5 دقائق لغاية ما يثقل الخليط، وبعدين أحشي فيها الأقماع. الآن أقلي الأقماع بزيت متوسط الحرارة. خلاص أصبحت الأقماع جاهزة. الآن أحشيها بالصوص اللي عملته. هذا القوام المطلوب للصوص. أحشي الكمية اللي عملتها كاملة، وبعدين أزينها بلوز مبشور أو بجوز هند اللي تحبوه، ممكن تزينوا فيه. وبالعافية عليكم. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتي.